تخيل تتصدق بفلوسك في السر وتكتشف الصبح إنك اديتها الحرامي. راجل من زمان حلف يتصدق في السر، نزل بالليل حط الفلوس في إيد راجل، صحي الصبح سمع الناس بتقول تصدق الليلة على سارق. اتضايق بس صمم يتصدق تاني. نزل تاني يوم حطها في إيد ست، طلعت زانية. تالت يوم قال يا رب لك الحمد عاملني بنيتي. نزل حطها في إيد راجل، طلع غني. جاله إحباط وحس إن ربنا مش قابل منه، لحد ما جاله هاتف في المنام قال له أما صدقتك فقد قبلت. السارق يمكن يستغنى بيها عن السرقة، والزانية تتعفف بالفلوس عن الحرام، والغني يمكن يتكسف ويتعلم يتصدق زيك. انت بتعامل ربنا بنيتك مش بأشخاصهم. طلع صدقتك وسيب توجيهها لربنا. أنا قبلة، وهنا بنرجع للأصل.